into a vast land of Sinai and live into tent cities temporarily, temporarily, wink wink, until we build Gaza again and then we invite you back. يعني عبط احنا بقى. يعني فاهمني؟ ده اصله we've seen this movie before. كان دكتور وبعدها اعلامي، ولما الناس قلبوا عليه سموه المشخصاتي، ودلوقتي راجعين يطبلوا له تاني. ليه باسم يوسف ترند اليومين دول؟ وهل كان قاصد كل اللي قالوا عن غزة؟ الاول كده خلينا نسأل مين هو باسم يوسف وايه اصله وفصله. انا ايمان شاهين وده اخر مترو. اتولد سنة 1974 واتخرج من طب القاهرة واشتغل جراح قلب لمدة 13 سنة، وكان دكتور شاطر قوي بشهادة الخواجات بره. بس بعد ثورة يناير عمل برنامج على اليوتيوب وسماه زبيب بلس شو على اسم فصيلة دمه، وعرضه من أوضة الغسيل. والبرنامج سمع قوي في أقل من 3 شهور، مع إن الحلقات عبارة عن 5 دقايق بس. بعدها اتعاقد معاه رجل الأعمال نجيب ساويرس علشان يقدم البرنامج في قناة أون، وبدأ الموسم الأول وسماه البرنامج. لحد هنا والدنيا كانت ماشية مع باسم زي السكينة في الحلاوة. يسري مسرح كبير، 2 مايك وإليسا. لكن الولد الشقي بدأ ينتقد أوضاع البلد ومرشحين الرئاسة وبتوع جبهة الإنقاذ، وده عمل له مشاكل مع ناس كتير قوي، وتقريبا بقى بيتشتم من كل الاتجاهات، زي مرتضى منصور اللي قال عنه عيل تافه وعبيط، وعمرو مصطفى اللي قال له يا صهيوني. واترفع عليه قضايا كتير في فترة رئاسة محمد مرسي لأنه كان بينتقد الإخوان، أو بمعنى تاني ما كانش وراه غيرهم. ويمكن ده اللي خلى باسم يكتب تويته بعد حلقته الأولى مع بيرس يقول فيها بكرة تقلبوا عليا تاني. باسم كان بيهاجم كل اللي في البلد وما كانش بيهمه من أول الإعلاميين لحد محمد مرسي اللي كان رئيس مصر وقتها. لكن لما الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ثورة 30 يونيو اترشح لانتخابات الرئاسة في مصر، محدش قبل أبدا إن باسم ينتقده، وبدأوا يضايقوه ويطالبوا بوقف البرنامج بتاعه، وده اللي خلاه زهق وساب البلد وراح عاش في أمريكا. ومن كام يوم بقى ظهر باسم يوسف مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان وعلق على الأوضاع والمجازر اللي بتحصل في غزة. كانت المقابلة مدتها 20 دقيقة تقريبا، بس الحقيقة إنه أظهر للعالم كله حقيقة وبشاعة الكيان. وفيديو المقابلة حقق أكتر من 20 مليون مشاهدة وخلى كل اللي في العالم يتكلم عنه. Into a vast land of Sinai and live into tent cities temporarily, temporarily, wink wink, until we build Gaza again and then we invite you back. يعني عبط احنا بقى. يعني فاهمني؟ ده اصله ان بيرس مورجان طلب انه يعمل معاه انترفيو تاني، ومن هنا باسم يوسف رجع ترند تاني والناس رجعت تطبل له تاني برضه. ولما شاف الناس رجعت تهلل له من تاني قال لهم من عاش بمدح الناس مات بذمهم، بكره تقلبوا عليا تاني. وفي اللقاء التاني مع بيرس مورجان باسم يوسف حاول يشرح له الصراع العربي الإسرائيلي من أوله، ووضح له ليه فكرة نقل الفلسطينيين لسيناء والأردن مرفوضة عند العرب. وبس كده، قول لنا بقى في الكومنتات هل اللي باسم عمله ده كان من باب إنه يرجع للساحة تاني، ولا هو شايل فعلا هم القضية على كتافه؟ وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناة، واستنونا دايما مع كاركتر جديد في آخر مترو.